صوتك. المهم هنايا كما كتلاحظوا معايا فالحولي اللي عندي انا فهو سردي، وكما كنعرفوا بالنسبه للسردي ما كيكونش فيه بزاف ديال الشعر، وكما ذكرت لكم فانا غنطرق لكم جميع التفاصيل. يعني كما كان عندكم الحولي بحال هكا الا كان الحولي ديالكم مشعر، يعني في الاولى كتجيبوا المقص وكتنقصوا من داك الصوفه، يعني ما كتخليوهاش كامله، يعني كتجيبوها كان مقيقص وكدوزو على داك البلايص اللي فيهم الشعر كاملين، يعني الصوفه، وكتخفوها شي شويه، يعني ما كتحيدوهاش نهائيا غير كتخفوا بحال الشكل هدايا. خصوصا بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم هكايا الحواله ماشي سرديين، كيكونوا هكايا بلديين، كيكون الوجه ديالها معامر بالصوفه. في هذه المرحله هذه غنحتاجوا الكولغيط ولا معجون ديال الاسنان. يمكن لكم ديروا اي نوعيه يعني عندكم في الدار كتغسلوا بها اسنانكم. كندهنوا هكايا الراس ديال الحولي ديالنا بواحد شويه ديال الماء، وكنديروا هكا واحد شويه ديال الكولغيت ولا معجون الاسنان، وكندهنوا به مزيان هذا الراس ديال الحولي. كنحاولوا هكايا ندخلوا المعجون ديال الاسنان يعني في الصوفه لداخل بحال هذا الشكل. يمكن لكم تدهنوا الراس ديالكم كامل وعاد تبداو في الخدمه، ولا تدهنوا غير النص كما حبيتوا. في هذه المرحله هذه غنحتاجوا لهاد الشفره ديال الحلاقه ولا كما كنقولوا حنايا البيك. المهم بالنسبه لهاد الشفره ديال الحلاقه كديروا اي نوع متوفرين عليه، غير هو الشفره ديال الحلاقه اللي غتستخدموا خصو يكون عندها غير واحد الموس، يعني غير واحد الشفره. وكما لاحظتوا معايا كنحيد داك القطعه ديال البلاستيك، يمكن لكم كيديروا اللقط ديال الضفران ولا السكين، بحيث كتولي هكايا الشفره ديال الحلاقه ديالنا بحال شي موس ديال الحسانه. كما يمكن لكم تستخدموا الزيزوار، يعني كما كنعرفوا اللي كتكف الماكينه حتى هي بصراحه كتنفع. المهم بالنسبه في حالات هكا اللي درتوا هذه النوعيه هذه استخدموا غير اللي كتكون عندها شفره وحده. وبالنسبه لديك الطريقات ديال الميكا كتحيدوهم باش كتولي هكايا بحال الموس ديال الحسانه. ما استخدموش هذيك اللي عندها جوج لانها كيلصق فيها الزغاب وما غتنقي لكمش صراحه مزيان. وكتبقاو هكايا تحيدوا الشعر ديال الحولي ديالكم ولا الصوفه، كتحاولوا هكايا تمشيو في اتجاه ديال الشعر باش يسهل عليكم. يعني ملي تكونوا هكا كتحسنوا الراس يعني كيسهل عليكم، يعني كتمشيو في اتجاه ديال الشعر. وكما كتلاحظوا معايا يعني ما شاء الله كيتنقى بكل سهوله. وبصراحه يا احبائي بالنسبه لهاد الطريقه هذه فهي عمليه، خصوصا بالنسبه للناس اللي ساكنين هكايا برا، يعني الجاليه ولا الناس اللي كيكونوا هكايا ممنوعين باش يشعلوا شعله ولا يشعلوا هكايا العافيه يعني بالخصوص. بصراحه بالنسبه لهاد الطريقه هذه كتنفع بزاف، وحتى بالنسبه للناس اللي يعني يمكن لهم يشعلوا العافيه بصراحه هاد الطريقه هذه كتنفع. يعني ما كتحتاجوا لا تكرطوا لا تعاودوا، يعني الدغيه كتنقيو الحولي ديالكم، من بعد كتنقيوه كتحيدوا داك القرينات وكتحيدوا داك الودنين. في هذه المرحله هذه الا بغيتوا هكايا الراس ديال الحولي ديالكم طيبوه يعني كما هو بلا ما تشوطوه، ديروا هكا واحد شويه ديال السينيال وجيبوا هكا في الاخر واحد البيك اللي كتكون مازال جديده، وزيدوا حيدوا داك الشعيرات اللي كيكونوا رقاق. وكذلك كنغسلوا له السنينات ديالو الا بغيتوها كيتفوروه، يعني وتخليوه كما هو ضروري تغسلوا له هكا الفم ديالو لانه كيكون كياكل التبان والربيع، ضروري كنظفوه مزيان بحال هذا الشكل. المهم الراس ديال الحولي ديالكم كتكرموه مزيان نهار العيد، لاحظوا معايا ولا كيشقع. في هذه المرحله هذه الا بغيتوها كيتحسوا بداك النكهه وداك المذاق ديال الشواط كما كنعرفوا كيكون هكا الفخر متوفر نهار العيد. يمكن لكم ديروا هكا واحد شويه ديال الفخر يكون غير قليل، تحمروا هكا الراس ديال الحولي ديالكم سواء كان عندكم جدي ولا اللي كان. يمكن لكم ديروا هكا غير على الشعله ديال الفرن كما درت انايا. من بعد كنغسلوه وكنكرطوه من داك الكحوليه، وهكا الراس ديالنا يكون الصباح جاهز. داك له نتوما وليداتكم بالصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.